تخيل أن المغرب وموريتانيا أصبحا دولة واحدة، حدود اختفت وجيش واحد واقتصاد واحد. ماذا سيتغير؟ أول صدمة، المساحة. دولة ضخمة تمتد من المتوسط حتى عمق الصحراء، وهذا يعني نفوذاً جغرافياً قوياً جداً وموقعاً يربط شمال إفريقيا بغربها. ثاني تأثير مباشر، الاقتصاد. المغرب يملك موانئ وصناعة وسياحة، وموريتانيا تملك الحديد والثروة السمكية ومساحات كبيرة. جمع هذه الموارد قد يصنع قوة اقتصادية أكبر بكثير. ثالث نقطة، النفوذ السياسي. الدولة الجديدة ستصبح أثقل داخل إفريقيا، لأن التحكم في هذا المجال الواسع يعطي تأثيراً أكبر في التجارة والأمن والسياسة. لكن التحدي الحقيقي سيكون في الإدارة. المسافات طويلة والبنية التحتية تحتاج تطويراً ضخماً، وربط الاقتصادين لن يكون سهلاً. ثم الجانب الأمني، العمق الصحراوي يعطي حماية ومساحة حركة أكبر، لكنه يحتاج مراقبة قوية واستقراراً دائماً. وفي النهاية، نعم، لو اتحد المغرب وموريتانيا فلن يكون الأمر مجرد اتحاد عادي، بل قوة جديدة بموقع استراتيجي وثروات ضخمة قد تغير ميزان المنطقة بالكامل.